الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، فنحن في خير أيام الدنيا أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. فكرة هذا الفيديو في الأساس جاءتني لما قرأت أكثر من تعليق على فيديو ليلة القدر. بعض البنات أو الأخوات تسأل ماذا نفعل في ليلة القدر، فكانت فكرة هذا الفيديو ماذا نفعل في يوم عرفة. في البداية نتعرف سريعا باختصار على فضل هذا اليوم المبارك كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. هذا اليوم العظيم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، هو أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار، هو يوم تكفير الذنوب، هو يوم قضاء الحوائج، هو يوم إتمام النعمة وإكمال الدين. أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار هو يوم عرفة. عتق الرقاب من النار ليس مقتصر على شهر رمضان فقط، وإنما سبحان الله هذا يوم واحد ويعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب من النار أكثر من شهر رمضان. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله فيه الرقاب من النار أكثر من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة ماذا أراد هؤلاء. يوم تكفير الذنوب، يكفر الله سبحانه وتعالى فيه ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. ويوم قضاء الحوائج واستجابة الدعوات، كان السلف الصالح يدخرون حوائجهم لدعاء يوم عرفة، لأنه يوم لا ترد فيه دعوة بإذن الله. هو يوم إتمام النعمة وإكمال الدين. في حجة الوداع في يوم عرفة نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا نفعل في هذا اليوم؟ طبعا بنبدأ اليوم بنية الصيام، نحضر في هذا اليوم قائمة الطلبات والأمنيات والحاجات لنقدمها بين يدي ملك الملوك الغني عنا الذي لا يرد سائلا. نلغي في هذا اليوم كل العزائم والزيارات، نعتذر عنها، لا نعزم ولا نتعزم، نعوضها إن شاء الله في أجازة العيد، لأن أنت الوحيدة اللي هتخسري هذا اليوم. ستفاجئي أن اليوم انتهى وأنت داخل المطبخ، ستضيع عليك هذه الساعات والدقائق العظيمة المعدودة وأنت داخل المطبخ. لا يفتر اللسان في هذا اليوم عن الذكر، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التهليل، التحميد، التكبير. نحافظ على الصلوات في أوقاتها. صلينا الظهر نجلس بعده جلسة خشوع، استغفار، دعاء. صلينا العصر نجلس نفس الجلسة، دعاء، استغفار بخشوع. حتى وإن لمسنا كل علامات استجابة الدعاء في الجلسة الأولى نكرر مرة أخرى نفس الدعاء والاستغفار بخشوع، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. ولا ننسى الصدقة في هذا اليوم، ليأتي العيد على كل البيوت وهي سعيدة ومكتفية بإذن الله. ولا ننسى أيضا أن نعيش اللحظات الجميلة بين وقت وآخر، نتابع الحجاج لنعيش معهم هذه اللحظات، ونتابع الواقفين بعرفة نعيش معهم هذه اللحظات الجميلة العظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك